تقضيها بكره تشوفوا مصر ومصر قد الدنيا، وما تقولش ايه اديتنا مصر ادفع وانت ساكت يا روح امك. اتوقع انه يبقى الرئيس المسحول وبسرعه. مصر مش كائن خرافي هتيجي تندع عليا من تحت وتقول محمد، اقول لها مين؟ تقول لي انا مصر. اطلعي. طب ولع نور السلم، النور قطع يا مصر، وبقى بيجي في الاوقات اللي كان بيقطع فيها ايام الارهابي مرسي، بس الرجاله مستحمله. مفيش كده. مصر هي احنا كلنا، انا وانت وهو وهي، بنشكل وضعها وقيمتها وشكلها وقعدتها على قهوة الامم. مصر مش مؤسسات الدولة اللي بيتم حمايتها من المكاشفة والمحاسبة والتهرب الضريبي تحت دعوة فزاعة السرية والامن القومي. مجتمعنا فيه الشتايم اصبحت الطريق الوحيد للفت الانظار للوصول لقاعدة جماهيرية. كلمة جامد فشخ وحمرة بيقولها المثقفين، بقت عنوان لبرامجهم. انت عارف الحياه مليانه حمار. احمر يا حمارة. هقول حمرا لناس كتير قوي. حمرا يا دنيا حمرا. حمرا وبستخدمها. خدها حمرا من فوق، حمرا من تحت، حمرا من النص، اللي تحت برضه احمر. حمرا 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 حمرا. بالنسبة لنا حمرا. حمرا 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 حمرا. السؤال، ازاي نصدق مرشح الضرورة ان عنده خطط للتنمية واحنا ما عندناش داتا او قاعدة بيانات صحيحة يرتكز عليها؟ اسأل عن اي معلومة رقمية هتاخد 4-5 اجابات، بدليل ان اللقباط في القرن ال21 رافعين قضية عن طريق المحامي نجيب جبرائيل، عاوزين يعرفوا عددهم بس. الجهاز المركزي للإحصاء والسلطة والقاضي محتارين وبيشتروا الوقت بالتأجيلات. المجتمع انحرف زي السلطة. تقرير الأمن العام بيقول إن معدل السرقة بالإكراه زاد 350%، سرقة السيارات 500%. نجحت وزارة الداخلية إنها ترجع 16%. عندك 15 مليون مصري ليهم قضايا قدام المحاكم. عندنا عدة أمراض مش هينفع معانا نوع دواء واحد. عندنا أمن كوميدي بيحارب الإرهاب ونجح إنه يمسك ولد معاه مسطرة جوه شنطته عليها علامة رابعة، وعاجز وفاشل إنه يحمي رجالته، أو يمسك بني آدم واحد متلبس بالسلاح قبل ارتكاب جريمته. الامن احساس مش اجراءات، انك تمنع الجريمة قبل وقوعها. كل اللي شاطر فيه تمشط المنطقة بعد الحادث، كأن المجرم الارهابي هيقعد يشرب حجر معسل او يعمل دماغ متفجرات. الحقيقة انك عاجز انك تنظم ماتش كورة بالجمهور. بس الصراحة انت نجحت في حاجة، وهي ان الواحد قبل ما يتكلم كان عارف ان ربنا شايفه، دلوقتي بقى عارف كمان ان